نخش بقى نشوف المكان عامل ازاي. النهارده بقى جايب لكم مكان بصراحه كده انا ما توقعتش ان المكان ده هيبقى في كرداسه. ودلوقتي هنخش المكان ونتعرف على صاحب المكان. يا ابو حميد، دل على السلامة يا باشا. ايه يا عم الجمال اللي انت عامله حبيبي ده؟ ربنا يكرمك يا باشا. عرفنا لا. بقى عن المكان بقى والله احنا بداية صيف جديد وموسم جديد، ربنا يوفق الجميع ويرزق كل شخص ساعة ان هو ياكل عيش بالحلال. احنا هنا بفضل ربنا في استراحة ديار وتوفيق ربنا لينا. بنحاول نخلي المكان كل سنة انك تيجي تخش المكان جوه تحس ان كأني اول افتتاح ليه واول موسم ليه. فانا دلوقتي هسيبك تفرج الناس على المكان من جوه وبعد كده هاخدك لاهم ركن احنا فتحناه السنة دي. طب ما عايزين نبدا بس بالافتتاح اللي انت الحاجه الجديده دي اللي انت عملتها دي. انا لا عشان معلش حاسس معلش. انا واثق ان انت عملت حاجه ما حدش فكر ان هو يعملها في كرداسه. لا خليها للاخر، انت كده بتحرق الفيديو يا عم كلاسيك. خليها للاخر. تعال. ماشي خلاص خليها في الاخر. تعالوا كده بقى معانا بقى نشوف المكان. اقسم بالله انا لسه اهو اول مره اشوفه معاكم. تعالى بقى يا قلبي فرجنا على المكان وعرفنا بقى المكان يعني ايه خدماته وكده. بص يا محمد، هو قبل اي حاجه الاماكن اللي زي ديت مؤخرا بقت الناس كلها تحبها. ليه؟ بقت حاجه اهم حاجه فيها، اهم مميزاتها انها الخصوصيه فيها بتبقى رقم واحد. اللي انت راجل بابك مقفول عليك، انت واسرتك، انت واهلك، انت أيوة واخواتك، ما بتبقاش معاك حد يضايقك، غير بقى ايه موضوع المصايف والاجواء انت اللي انت عارفها هي بتاعت بره دي. الميزه اهم حاجه في المكان هنا ايه؟ الخصوصيه. فانت كده تعالى كده معايا، بص على المكان حواليك وشوف كده مثلا المكان حواليك عامل ازاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جميل جدا المكان. طب ايه تاني؟ تعالى. عرفنا بقى على المكان. طب ما نبدا من إيه؟ هنا الاول كده. عرفنا على المكان هنا الاول. طب تمام ماشي. احنا هنا ديت بدايه القعده بتاعتنا. ماشي. قعده تاخد عدد افراد كتير، مش الناس ما بتقعدش ملزقه في بعضها، الناس متضايقه، لا. بص المكان هنا كبير شايف بلاي بفضل ستيشن ربنا الحمد هنا لله. وانت دوت بلاي ستيشن فيه كل الالعاب. طبعا انت الشباب بتيجي هنا او العائله والاسره واي حد بيجي. موضوع ان هو تبقى ميه بس ديت بتبقى حاجه ما بيستلطفوش هو الموضوع ده، بتبقى محتاجين حاجات تاني وبشنات تاني. مش هتقعد على الميه على طول، لازم يلعبوا شويه بلاي ستيشن، يلعبوا بلياردو بينج. دي غرفه. خش كده. غرفه بتبقى فيها مكونه من سرير ومفروشه، حد معاك طفل حب يريح، انت حبيت تريح شويه ولا حاجه. ما شاء الله. حد حب يغير فيها يستخدم مثلا الحاجات اللي هو جايبها. أيوة. الملابس بتاعته الحاجات دي. الحاجات الخاصه. دوت مطبخ. حاجتك طبعا انت عارف احنا الحمد لله دي شغلتنا الطبخ من زمان، فالموضوع دوت يعني احنا بنوفر للناس كل حاجه تخص الاكل، كل حاجه تخص الاكل موجوده. عرفنا طيب يعني مثلا ايه بقى الحاجات اللي انت ممكن توفرها اللي يجي مثلا بحيث الترفيه يعني حته الاكل. بص يا محمد، هو انا المكان اللي بره دوت اللي انا ما رضيتش اصريت ان انا ما افرجكش عليه، فانا دلوقتي هاخدك افرجك عليه من بره بس بعد ما تخلص التصوير هنا المكان. طب يلا فرجنا على بقى المكان. معاك اطفالك، معاك اخواتك الصغيرين بيبقى محتاجين يلعبوا برضه، مش العاب شباب بس، لا في العاب اطفال هنا، في المرجيحه، في زحليقه على البسين. ونيجي بقى عن الاهم حاجه، نخش بقى نشوف المكان عامل ازاي. واو ما شاء الله، بلياردو وبينج ودنيا هنا من الاخر كده يا جماعه. مش هتعوزوا تروحوا العين السخنه ولا عايزين تروحوا بقى اي مكان، هنا كل حاجه هتلاقوها ايه متاحه. وخصوصا بقى ان المكان ده متاح فيه ان انت تخش تطلب اي اكل انت عايزه، وهو كده صاحب المكان اصلا شيف. حلاوه المكان ده يا جدعان ان هو في مكان هادي خالص. هتجيب اولادك وتجيب اسرتك الكريمه وتيجي تقضي احلى وقت مع اولادك، وبرايفت بقى المكان. وحلاوته بقى ان انت عندك مرجيحه، بتعرف تلعب بلياردو، بتعرف تلعب تنس، بتعرف تشوي، كل حاجه مباحه هنا. احنا هنا دي قعده تاني غير القعده اللي بره. في ناس بتستخدمها ساعات لاعياد الميلاد مثلا، يعلقوا عليها شويه مثلا بلالين، بيعملوا عليها ديكور بتاع، بيستخدموها كده. وفي ناس بتفرش بتستخدمها. في ناس بتستخدمها بقى ايه كقعده بيقعدوا فيها مثلا. لو الناس مثلا هناك مجموعه تاني مثلا رجاله وبتاع والحريم عايزه تقعد هنا، فبيقعدوا مع حالهم مثلا هنا كده، بتبقى ايه مقتصره على نفسها يعني. هنا بقى البسين يا باشا. انت بقى البسين ده بقى بيتغير ولا ايه؟ عرفني بقى دنيته ايه. تغيير الميه طبعا موجود، وكمان في حاجه انت مش واخد بالك منها. ايه هي؟ الفلتر دوت شغال على الحمام السباحه 24 ساعه. فلترت الميه ديت تكرير الميه على طول باستمرار.
دي كده انا مش بزود الحمام، لا ده الفلتر كده، التمويج والتقليب الميه دوت فلتر كده شغال على طول. بينظف اول باول. انت بنفسك انت شايف هو المكان من غير فلتر ولا مونتاج ولا اي حاجه، انت شايف الميه لونها عامل ازاي. والله ماشي. شايف فيها نفسي بصراحه. تعالى مغرية اوضح جداً. لك حاجه تاني. وضح. هنا البسين هنا 3 اعماق مدرج للكبار لحد الاطفال. حلو جدا. كده هنا متر و70. المنسوب اللي احنا واقفين عليه دوت متر و70. حلو جدا. نصه متر و نصه متر و60. هناك متر. هناك متر. يعني برضه ينفع للاطفال هتنزل طبعا فيه معاك كويس. اطفال من المتر كمان، يعني المتر دوت اللي هو لحد البلاطه من فوق، لكن كده في 20 سم تاني، يعني معاك لحد 80 سم للاطفال. قول لنا بقى العنوان بتاعك فين؟ احنا هنا في كرداسه طريق الرشاح بعد مستشفى مكه ب 400 متر، استراحه ديار. هتلاقيها متسجله برضو على جوجل. طب مش هتيجي بقى تفرجنا على الركن اللي انت مخبيه عليا ده ولا ايه؟ يا عم يلا بينا. يلا بينا. يلا يا بريتس. يلا بقى نشوف المفاجأة. المفاجأة. يلا بينا. يلا بينا. اوه. وعشان الاكل مهنتنا قررنا نعمل مكان هنا في جميع انواع اللحوم جاهزه متوضبه ومتبله على الشوي على طول. يعني انت بدل ما تلف تاخد تشتري حاجتك من مكان وتوضبها وتتبلها، والله اعلم في الاخر انت تعمل حاجه تتاكل او لا. فهنا احنا وفرنا لك الحاجات ديت جاهزه متبله، على ان مش هتعمل اي حاجه غير انك تاخدها ترميها على الفحم بس. بس عايز اقول لك على حاجه. تعالى. اهم حاجه. لا الاسعار. طب انا هقول لك على حاجه بالنسبه للاسعار. أيوة. والله انا مش محتاجه مش عايز احلف في الفيديو، بس انا هقول لك والله هيوفر عليك كتير جدا. انت عامل هيوفر عليك خدمه. هو مخليها مكان خدمي. مكان خدمي ده في حاجه تانية انت مش واخد بالك منها. الشوي دوت بتبقى ليه احجام معينه وتتبيل معين. انت لو هتشوي فرخه هتروح تجيب كيلو طماطم وهتجيب كيلو بصل وهتجيب مش عارف ايه، هتجيب حاجات كتير انت مش محتاجها وهيفيد منك، في حكم ان انت زودت على نفسك الاسعار في حاجه انت في الاخر برضو ممكن ما تعملهاش مظبوط. فهنا انت بنوفر لك الحاجات معموله بنظافه، حاجات فريش مش مجمدات، حاجات متبله كويس مظبوطه، وانت بنفسك هتشوف. انت بنفسك هتشوف. وعلى فكره هو احنا عملنا الموضوع دوت نخدم بيه نفسينا ونخدم بيه كل الاماكن اللي حوالينا. يعني انت مش شرط يكون جاي عندي عشان تطلب مني الحاجات ديت، انت تقدر تطلبها مني عن طريق التليفون او تيجي المكان او تشوف بنفسك الحاجات اللي انت محتاجها. حتى انت لو رايح مكان تاني مش شرط يكون عندي، حتى انت لو رايح مصيف خارجي او في اي مكان تقدر تاخد مني الحاجات ديت زي ما انت شايفها كده، مش هتلاقي فيها تغيير بنسبه 1%. نفس اللي انت شايفه دلوقتي كده. محمد قرب بالكاميرا على الناس وريهم. ما شاء الله ما شاء الله. دي التتبيلات بتاعتنا. دي التتبيلات. يعني دي تتبيلات. دي تتبيلات بتاعتنا جاهزه مثلا. دي جاهزه بس التتبيلات دي الشغل. يعني التتبيلات دي عشان انا اتبل بيها الحاجات ديت عشان تشوفها تبقى معاك في الاخر كده، تبقى موجوده كده. فراخك فريش ها. ما شاء الله الحاجه يا جماعه. كل حاجتك اهي. البرجر دوت متصنع برضو هنا على ايديا. شغل عالي اقسم بالله. الحاجات دي في كرداسه يا جماعه. خش بينا هنا. كرداسه تعالى يا جماعه. يا عم كرداسه احسن ناس يا محمد. انت هتلوش ولا ايه؟ لا طبعا. هاتها لي زي ما هي دي. نقدر. دي فريزر ايس كريم فريش برضو. انت في حاجه انت حابب انوه لك عليها. انا هنا يعني بحاول اخلي كل حاجتي فريش. يعني انا الشيبس والحاجات ديت لو اقدر اخليها فريش هخليها فريش كمان. لان انا بحب كده. سوبر ماركت يا جماعه. انا بحب كده. عامل سوبر ماركت وعامل مقاطعه. وفي هنا طبعا هي نص مقاطعه. وفي هنا طبعا مشروبات. نص مقاطعه صح؟ كل حاجه هنا موجوده في الاخر. هو عامل كل حاجه حلوه عشان خاطر مش هتقعد تلف على حاجه. بالظبط. هتلاقي كل حاجه. انت هتيجي باولادك بس ولبسهم. هو كان المفروض بقى يجيب عوامات هجيب والله هجيب. عامل حساب والله. عامل حساب بس. كده يا جماعه انا فرجتكم على المكان والاستراحه بصراحه حته تحفه، وصاحبها يعني حد يعني من الناس المحترمه. حبيبي يا محمد ربنا يكرمك. وبجد يعني الراجل ده يا جماعه بيعمل حاجه مش عايز منها حاجه غير ان هو اللي يبسط اللي يجي عنده. ربنا يبارك لك يا باشا. انت نورتنا النهارده يا محمد. وبس مستنيك يعني تقعد معانا تنورنا 5 دقايق تاني كده تستمتع بالاجواء الليليه هنا. وعايز اقول لكم يا جماعه انا باذن الله هاجي هنا بقى يوم مخصوص كده اروق بيه على نفسي وافرجكم على الاجواء بقى اللي انا هعملها هنا. قول لنا برضو العنوان تاني فين؟ احنا هنا في كرداسه طريق الرشاح بعد مستشفى مكه ب 400 متر، استراحه ديار. استراحه ديار يا جماعه. ويلا اشوفكم في مكان تاني. سلام.